حبايب قلبي اللي وحشني، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. طبعا خلاص يا جماعة، يعني رمضان قرب يخلص خلاص، ويعني يعتبر خلص. عايزة بس يعني اعرفكم اني محدش ينسى بالله عليكم تدعولي. مش عايزة حد يزعل مني لو انا زعلته في اي حاجة. يعني الواحد اكيد يعني اكيد البني ادم خطاء والانسان خطاء في كل حاجة. بس احنا بنحاول وبنحاول نعلم نفسنا ان احنا يعني ننسى لو حد ظلمنا، ننسى الظلم لينا. لو حد قسى علينا ننسى الكلام ده كله. والله انا دايما بصالح ناس حتى لو هم جايين عليا بزيادة قوي وجرحوني قوي والله يعني بص انا مسامحاهم، لان انا مش هاخد حقي في الدنيا، هاخده في الاخرة. والحق في الاخرة يعني بيبقى مضاعف، اضعاف اضعاف في الجنة ان شاء الله. في الاخرة هتبقى هاخد من حسناته، لو هو عمل حسنات هيشيل من عندي السيئات اللي انا عملتها في حياتي. فانا بقول الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. والله ومش زعلانة من اي حد زعلني في حاجة، مش زعلانة وخلاص. كده كده انا ما بقولش غير حسب الله ونعم الوكيل في اي حد بيزعلني، في اي حد بيجي عليا، في اي حد بيقول كلمة عليا، في اي حاجة. انا ما بقولش غير حسب الله ونعم الوكيل وبس. طبعا لان انا عارفة الناس اللي هي يعني عاملة لي مشكلة في حياتي واللي هي دايما مش سايباني في حالي، قاعدة وتتفرج عليا وبتسمعني وكل حاجة. بس عايزة اقول لهم بس معلومة صغيرة، معلش. عايزة اقول لهم يعني تحاولي يعني تراجعي نفسك، راجعي نفسك وحاولي تسامحي نفسك في كل اللي انت بتعمليه. حاولي اللي انت بصي لنفسك قدام المراية وقولي ازاي اذي الناس، ازاي وصلت بيا للدرجة دي اللي انا اذي الناس، لو باي حاجة، بكلمة، باسلوب، بحركات، بحاجات مش كويسة. ف يعني ازاي انتي مسامحة نفسك وانتي بتأذي غيرك؟ ازاي بجد؟ يعني لو انتي نسيتي العشرة، نسيتي العيش والملح، نسيتي اي حاجة، يعني نسيتي اي حاجة حلوة كويسة نسيتيها، يبقى بجد المفروض ما تنسيش حتى اني مثلا عيالك كانوا بيلعبوا مع عيالي، ما تنسيش اي حاجة زي دي. وان انا عايزه اقولهولك انا ما بقولش غير حسب الله ونعم الوكيل وبس، لكن انا مسامحاكي في الدنيا وكل حاجه. لكن في حاجه اسمها، في مثل بيقولك اللي بيتكسر ما بيتصلحش. خلاص، طالما انت جرحتيني وزعلتيني وقلتي كلام في حقي وبتحبي المشاكل ليا، بتحبي تأذيني، بتحبي كل حاجه وحشه ليا، فانا مش هدى عليكي واقولك يا رب اللي تحبيه ليا يجيلك او يتردلك. لا، انا ما بقولش كده. انا كل اللي انا بقوله حسب الله ونعم الوكيل بس. وكلت امري ليك يا رب العالمين، مش اكتر من كده، والله بامانه. لان ربنا ما بيسيبش حق حد ابدا. يا بخت اللي ينام ايه مظلوم ولا يباتش ظالم. بس فانا اهم حاجه حتى لو انا مظلومه مش مهم، اهم حاجه مش انا اللي ظالمه، لان الظلم يا لهوي وحش قوي 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 قوي. يمكن ناس كتير آه اتظلمت ومفكره ان المظلوم ده اللي هو الظالم اللي هو بيظلم الناس او بيظلم الانسان، فكر اللي هو كده فاز. لا بالعكس، انت فزت بالاخره، انت فزت بجهنم. صدقيني او صدقني، اذا جت بقى واحد او واحدة. بس يعني حرام. حاولوا ان انتوا
تفوقوا لنفسكوا شوية. تمام. وبس كده. تعالوا بقى اقول لكم، ده يوم من يوم رمضان، من ايام رمضان وكده. عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا ده كان الصبح بدري، قلت اقوم كده اظبط بسرعه الشقه، لان طبعا كان الشقه عندي متبهدله خالص. قلت اطلع كده اظبطها شويه وبتاع، وكمان اغير حاجات نظام الشقه برضو اغيره. وكان في طبعا كان لسه بدري، تقريبا كانت على الساعه 8. طبعا انا بخلص بسرعه. آه وحاطه اكل على النار، برضو حاطه اكل على البوتاجاز علشان خاطر لما يخلص، لحد ما نخلص يكون اكل استوى. تمام كده. المره دي عملت اليوم ده كنت عامله تقريبا بانيه ومكرونه. تمام. طبعا مخلل كان موجود، يعني قلت برضو اعمل كده. بالنسبه برضو اي حاجه تتحط وكده، طبعا هو كده كده المخلل بيبقى كل في الكل عامه يعني، فاهميني ازاي؟ بس بصراحه طبعا انا عندي معاذ كان عمال بيعيط هنا عشان شلت زينة رمضان خلاص، لاني طبعا احنا بعلق بشيل بقى زينة رمضان عشان اوضب بقى للعيد وكده. كل سنة وانتم طيبين طبعا. بس عايزة اقول لكم على حاجة والله، يعني فرحانة جدا بجد، فرحانة اللي هما كانوا فرحانين جدا بزينة رمضان. بس بصراحة فضل يقول لي يا ماما لا سيبي لي، طيب يا ماما حاجة طيب علقها في اوضتي وكده. قلت له يا معاذ ما ينفعش يعني. قال لي يا ماما معلش، وفضل يعني يعيط. بس طبعا الحمد لله انا سبت له طبعا فرع صغنن كده في الاوضه عنده بتاعته، وهو فضل بقى يطفي ويقيد فيها وقت ما هو عايز يخش ينام بايده وكده. هو انا بص عامه اي طفل عامه بيحب الاجواء بتاعت رمضان، ويحب الانوار اللي بتيجي وتطفي، فاهميني ازاي؟ يعني كل الاطفال كده. انا كمان ما بجيبش كمان فوانيس عندي للعيال، لاني مره جبت لهم مره واحده وبصراحه اتكسروا فبطلت اجيب تاني. انا هنا بوريكم خلاص اللي انا شلت. آه طبعا يعني كل شويه عمال يدخل اوضته يعيط، وفرح قوي قوي لما قلت له خلاص خد ده عندك وهعلقه لك جوه. وبص بقى انا همسح. تمام، همسح كده مسحة حلوة يعني. تمام. وبعد طبعا ما هظبط، طبعا انا هفرش الشقة تاني يوم، لاني انا تقريبا عاملة فيديوهين، مش عارفة هفرشها في الفيديو ده ولا في الفيديو اللي بعديه. بس عايزة اقول لكم على حاجة بجد، حاجة كويسة جدا. لو انتي لسه ما عملتيش حاجة، كده كده لسه عندنا وقت تقدري تخلصي بسرعة ان شاء الله، يعني خير يعني. وحابة بس اقولكوا كده شجعوا نفسيكوا، شجعوا بعض. لازم نقوم كده ونشد حيلنا، خلاص ما بقاش فيه ايام خالص، يعني دوبك الساعات دلوقتي معدودة، فربنا يستر ان شاء الله، والايام كمان معدودة والله. فانا عايزاكم تسرعوا نفسكم كده، يلا يا بنات كل واحدة كده تقوم تظبط الشقة بتاعتها، تخلي ريحة الشقة حلوة، تخلي ريحة المكان حلو، علشان مثلا لو جوزك حد مثلا من قرايب جوزك، حد من قرايبك، يعني لو دخل عندك يبقى يشم ريحة كده طيبة، ريحة جميلة. فأحسن حاجة على فكرة والله، أحسن حاجة اللي انتي تقومي كده وتتنشطي. أنا امبارح كان الدنيا حر موت جدا، وكنت مشغلة، وكمان المروحة كنت مشغلاها عشان تنشف الدنيا بسرعة عندي، لاني طبعا انا لما بحط مية في الارض ما بيشربش بسهولة يعني، فاهميني ازاي؟ طبعا هنا كان في بقى فوم غسيل، قلت اطلعه معاكم بالمرة وانشره. انا عايزاكم يلا تتنشطوا كده وتقوموا كده تشجعوا بعض. انا عارفة ان انا صوتي تعبان، بس معلش استحملوا معايا شوية، او ممكن العيد يكون داخل عليا على تعب بقى، انا مش عارفة والله. ان شاء الله كده يعني. بس ايه، انا عملت الفيديو ده وعايزة اقول لكم انا بجد حرفيا كنت متدمرة، بس في نفس الوقت عايزة نشجع بعض بسرعة، عشان لو لسه محدش عمل حاجة
يقوم كده ويشجع نفسه معايا ونقوم نتشجع سوا ونعمل كل حاجة مع بعض. كمان انا خدته معاذ حلقت له حلقة العيد، بس هي مش عاجباه، بيقول لي ماما لسه شعر طويل. قلت له طب خلاص تمام، لو كده هبقى اخده تاني واحلق له. اما نشوف بقى ان شاء الله باذن الله. الحلقه بتاعته انا ممكن ابقى انزلها عندكم، قبل انزلها عندي قبل ما اروح احلق له هوريكم كمان. انا بضطر ان انا اروح اللي عند ماما هناك الشارع عند ماما، في واحد حلاق يعني كويس جدا محترم يعني، عارف اخواتي وكده. انا بروح عنده بقول له عايزه لمعاذ حلاقه تكون محترمه. ما بحبش يا بنات الحلاقه اللي هي بتاعت الحروف، والحلاقه اللي انت تقرع حته وتسيب حته فيها شعر، الحته اللي بتبقى دماغك قرعه كده وفي شعر حته. لا انا ما بحبش كده، انا احب اللي اما شعرك كله متساوي اللي اما لا. برضه هوريكم حلقته، بس ان شاء الله لما اروح احلق له، قصدي لما انزل لكم الفيديو بتاع الحلقة هبقى اوريها لكم. والله الحلقة حلوة قوي. بس بصوا يا بنات، انا عايزة اعرف حاجة منكم، ايه رأيكم؟ لان انا قلت له عايزة اروح للحلاق ما يعملوش تاني بالاستشوار، ايه رأيكم؟ حلو؟